طائف من الأشاعرة وحتى من أصحابنا تجدون في آثارهم نوع القول بالتبرك موجود. هؤلاء يبغضون شيء اسمه التبرك بقبور الصالحين والأولياء، يبغضونه ولا يقفون عند حد بغض. يعني يقول مثلا لا نجيز ذلك فقط، لا هم يتجاوزون ذلك إلى التشنيع. وما تلوناه في كتاب كشف الشبهات من علله قول المتصوفة بجواز التبرك بقبور الصالحين. لكن هذا طبعا إن صدر من مخالفيهم فهو ذميم، لكن إن صدر منهم هم لا، أحلى من العسل عندهم. لما هم يرتكبوا هذا لا ماشي إشكال، لكن إن ارتكبه غيرهم عظيم وشنيع. شوفهم إيش سووا في ابن تيمية لما مات. هذا كتاب البداية والنهاية لابن كثير تلميذ ابن تيمية، ابن كثير من تلاميذ ابن تيمية. إيش يقول في الجزء 14 من البداية والنهاية دار إحياء التراث العربي، قدم له الدكتور محمد عبد الرحمن المرعشلي. يقول عند الكلام على وفاة شيخ الإسلام أبي العباس وتقي الدين أحمد بن تيمية، اسمع أول شيء الألقاب، اسمع ألقاب بن تيمية 3 أسطر أو 4 فقط بالتعريف بالشيخ. اسمع: قال الشيخ علم الدين البرزالي في تاريخه: وفي ليلة الاثنين العشرين من ذي القعدة توفي الشيخ الإمام العالم العلم العلامة الفقيه الحافظ الزاهد العابد المجاهد القدوة شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن شيخنا الإمام العلامة المفتي شهاب الدين أبي المحاسن عبد الرحمن الحليم ابن الشيخ الإمام شيخ الإسلام بالبركات عبد السلام ابن عبد الله بن أبي القاسم، إلى آخر ما قاله. يقول توفي بقلعة دمشق بالقاعة التي كان محبوسا بها، وحضر جمع كثير إلى القلعة وأذن لهم في الدخول عليه، وجلس جماعة عنده قبل الغسل وقرأوا القرآن وتبركوا برؤيته وتقبيله. وتبركوا بإيش؟ برؤيته وتقبيله. ثم انصرفوا. هذا الرجال، طب هل انصرف الرجال؟ قال: ثم حضر جماعة من النساء ففعلن مثل ذلك، ثم انصرفنا واقتصروا على من يغسله، فلما فرغ من غسله أخرج، ثم اجتمع الخلق بالقلعة والطريق إلى الجامع، وامتلأ الجامع أيضا وصحنه والكلاسة وباب البريد وباب الساعات إلى باب اللبادين والغوارة، وحضرت الجنازة الساعة 4 من النهار أو نحو ذلك، ووضعت في الجامع إلى أن يصف يعني حال الناس وتزاحمهم على جنازته. إلى أن قال: وأما الرجال فحرزوا ب60,000 إلى 100,000 إلى أكثر من ذلك إلى 200,000. اسمع هنا. يقول: وشرب جماعة الماء الذي فضل من غسله، واقتسم جماعة بقية السدر الذي غسل به، ودفع في الخيط الذي كان فيه الزئبق الذي في عنقه بسبب القمل 150 درهما، وقيل إن الطاقية التي كانت على رأسه دفع فيها 500 درهما. وحصل في الجنازة ضجيج وبكاء كثير. عجب عن ايش يعتبوا على الشيعة هذا. وحصل في الجنازة ضجيج وبكاء كثير وتضرع وختمت له ختمات كثيرة. هذه بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وعندهم يعني حسب معاييرهم. وختمت له ختمات كثيرة بالصالحية وبالبلد،
وبعدين قال وتردد الناس إلى قبره أياما كثيرة ليلا ونهارا يبيتون عنده ويصبحون، ورؤيت له منامات صالحة كثيرة، ورثاه جماعة بقصائد جمة. شفت كيف؟ هذا ما غلو، وإن شئتم يعني زودكم ما هو أكثر من ذلك. قبر أحمد بن حنبل، القبر تربة قبر بن حنبل، ماذا عسى من مس تربة، ماذا على من مس تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا. يقول تربة أحمد يستشفى بها من الرمد، اللي فيه رمد يروح قبر أحمد يتكحل به وبيروح الرمد. طيب لماذا لم تعتبروا هذا التبرك هذا غلو في الصالحين وتحكموا عليهم بالأحكام هذه؟ لا، لأنها صدرت عنهم ومنهم، فيعاملوا يعني بمعيارين ومكيالين. هكذا ينظر القوم إلى مخالفيهم. لدى الرحمن في يوم الزحام وأنت الرحمة المهداة فينا، وأنت الرحمة المهداة فينا. عليك حبيبنا أزكى السلام، بسنتك التي وجدت لتبقى، بسنتك التي وجدت لتبقى، مع القرآن نورا للأنام، يزول الكرب تنحسر الخطايا وتزدهر المعاني في الكلام، وتهدينا إذا عدنا إليها، وتهدينا إذا عدنا إليها، ونلقاها شعاعا في الرمام، بحبك يا رسول الله أحيا، بحبك يا رسول الله أحيا، وحب الله وحب الله
فقل لي يا رسول